كانت زيارة اليمن حلم قديم بالنسبة إلي. رغم إني زرت دول كتير وشفت أماكن مختلفة حول العالم، بس اليمن كانت دائما حلم خاص، حلم مؤجل. ليش مؤجل؟ لأنه الكل كان عم بيحذرني، كلهم قالوا لي لا تروحي، الوضع خطير، ليش لا تخاطري؟ والحقيقة أنا كنت خايفة، لأنه كل اللي عم نسمعه عن اليمن هو أخبار سياسية، دمار واسع خلفته نحو 30 قنبلة. حرب، قصف، نزاعات، وصورة بلد كأنه واقف على حافة الانهيار. من 2011 بعد سقوط النظام واليمن دخل بدوامة عدم استقرار، وب 2015 تفجر الصراع بشكل أكبر وتسكرت المطارات والحدود، وانقطع البلد عن العالم لفترة طويلة. هيك كنا نسمع وهيك تشكلت الصورة براسنا، بس رغم كل شي الحلم كان أقوى من الخوف. قررت عيش الحلم، مو اسمع عنه بس من الأخبار. دخلت اليمن وتنقلت من منطقة لمنطقة، من المهرة لحضرموت إلى عدن وبعدين تعز. ومع كل خطوة كنت عم اكتشف شي واحد مهم: الواقع مختلف. شفت بلد عم بعيش، ناس عم تشتغل، عم تضحك، عم تحب، وعم تكمل حياتها رغم كل الصعوبات. الأمان اللي شفته والحياة اللي عشتها ما كانوا أبداً مثل الصورة اللي رسمتها الأخبار. وهون فهمت شي مهم: اليمن مو خبر عاجل، اليمن ناس وحياة وحكاية لازم تنسمع. واليوم تعوا أحكي لكم قصتي أنا، كيف بلشت وكيف دخلت اليمن وشو اللي شفته بعيني خطوة بخطوة. طالعين بجولة من الإمارات إلى اليمن. نحن حالياً موجودين في سلطنة عمان، وبالتحديد محافظة ظفار. رايحين متجهين اليوم إلى اليمن. طبعاً نحن صار معنا كتير مغامرات، لأنه هي الرحلة مو بنهار واحد، هي الرحلة على مدار أيام. بس أنا هلأ حابة لكم أنه أنا كتير متحمسة، لأنه اليوم يوم الموعود، اليوم هو اليوم اللي رح ندخل فيه لليمن بإذن الله. بس يلي صار معي مشكلة كتير كبيرة. حورجيكم شو صار. هذا هو الباسبور، باسبوري أنا. اوكي، الباسبور حرفيا هلا ما فيه شيء، الصفحه الاولى ما فيها شيء، بس ولكن الغلاف من هون فيه مشكله. فما بعرف يا ترى حيدخلوني ولا لا. يعني انا هي المشكله اللي عم عاني منها هلا. نحن بعاد عن الحدود ربع ساعه بس. التوتر عندي صار مليون، ما عم بعرف، بلشت اتوتر، بلشت اعرق، بلشت اسفن اشرد، ما احكي ولا شيء. مالي عرفانه حقدر ادخل. عندي اكثر من مشكله. المشكله اني اذا دخلت هل يا ترى حقدر اطلع، لانه انا اذا علقت باليمن ما في طريق الى الامارات، والطريق الى الامارات لازم اروح على مصر، وانا كسوريه ما بيطلع لي فيزا. فانا هذا الموضوع كثير مخوفني. او اني اقدر اطلع من اليمن ولكن سلطنه عمان ما ترجع تدخلني. فكمان هي مشكله ثانيه عم عاني منها، انه انا ممكن ادخل لليمن واطلع ووصل على عمان يقولوا لي سوري انت باسبورك تالف وما فيكي تطلعي. فهذا الشيء انا مالي عرفانه شو اعمل فيه بصراحه. متوتره، خايفه، مرعوبه. كل ما عم يجي يوم انه حنروح، كل ما عم يجي يوم انه حندخل. هلا بعيده عن، نحن بعاد عن الحدود ربع ساعه 10 دقائق. توتري صار مليون. وهلا خلونا ننطلق بجولتنا المجنونه، لاني انا نفسي مالي عرفانه حيدخلوني ولا لا. وهلا مالي عرفانه، باقي حرفيا 4-5 دقائق بنوصل على الحدود. انا بالحدود مثل ما بتعرفوا ما حقدر صور لكم شيء على الحدود شو حيصير. فبس خلص اجراءات الحدود حصور لكم. قلقانه، مرعوبه، متامله انه يتفهموا او يتقبلوا الفكره وانه يخلوني ادخل، لانه بصراحه كتير متحمسه لهي السفره وكتير اشتغلت عليها لحتى اقدر بس ادخل اليمن. يا أصدقائي، وهلأ ختمنا الدخول إلى اليمن بإذن الله. ما تواخذوني شكلي طالع غير مالكم متعودين عليه. وهلأ حندخل اليمن في مغامرة شيقة. أنتم ما متخيلين الفرحة تبعي قديش، مليون. تخيلوا نحن بعد ما دخلنا، يعني هذا المدخل بس تبع هذا المدخل تبع حوف. هي يعني نحن هلا دخلنا اليمن. هي محمية حوف، تعتبر واحدة من أكبر المحميات موجودة بالمنطقة هون. صحيح؟ في الشرق الأوسط أكبر ثاني أكبر محمية في الشرق الأوسط. ثاني أكبر محمية يقولوا كذا، الله يعلم.
فيها طيور نادرة شو فيها حيوانات؟ النمر العربي موجود. جميع الحيوانات موجودة. حتى في حيوانات ما توجد في العالم. نادرة يعني جدا جدا موجودة داخل محمية حوف. يا الله. نحن هلأ بموسم الخريف، وبهالموسم حوف بتتغير بالكامل. الخضار فجأة بكل مكان، الجبال بتلبس أخضر، الضباب بينزل وفي مطر خفيف، بيعطي إحساس غريب وحلو بنفس الوقت. وأكتر شي بتلاحظوا إنه الطبيعة هون حية، الأرض طرية تحت رجليك، العشب ناعم، الشجر كثيف مو يابس ولا قاسي، حتى الهواء مختلف رطب وبارد شوي. المنطقة هي بعيدة تماماً عن الصورة النمطية أو الصحراوية اللي ناس دائماً بتربطها بالجزيرة العربية. هون في غابات، في تنوع نباتي، وفي حياة برية حقيقية. وأنا بالطريق شفت أبقار وجمال عم ترعى بهدوء، وطيور بكل مكان، وكل شي ماشي على طبيعته بدون تدخل. واللي يمكن كتير ناس ما بتعرفه إنه حوف بتعتبر من أكبر المحميات الطبيعية بشبه الجزيرة العربية، وفي ناس بتصنفها كتاني أكبر محمية طبيعية بالمنطقة. يعني نحن مو بس عم نزور مكان حلو، نحن بموقع بيئي مهم جدا. طريق نفسه تجربة، بحر من جهة، جبال وضباب من جهة تانية، وبتحس حالك داخل لوحة طبيعية مو متعود تشوفها بهالمنطقة. مكان بخليك تهدى، تبطئ وتستوعب قديش الطبيعة قادرة تفاجئك باليمن. نحن على مشارف مدينة حوف، تخيلوا هي مدينة حوف. نحن هلأ جنبها، المدينة جدا جدا صغيرة، الناس هون كتير طيبين. هلأ مكملة مع محمود إلى المدينة لنشوف الأجواء تحت كيف حتكون. بدي لحق شوي صور لكم قبل ما أتعتم، لأني ما حقدر اليوم أطلع على الجبل، ولكن بكرة حأعمل لكم مغامرة شيقة. بس اليوم حأدخل المدينة، حشوف العالم، حشوف الأجواء، فكملوا معي الفيديو هذا للأخير. هلأ دخلنا حوف. بس بدي أورجيكم أشكال البيوت هون. هون أنتوا في الأرياف، يعني بيوت على البساطة بين الطبيعة. مليان ما شاء الله. هلأ حتاخذني يعني على الملعب؟ ايوه باخذك البيت نتغدى ونروح على الملعب. يلا بإذن برجولنا بنروح قريب. قريب. مرحبا. هلا بدنا نتغدى بالاول مثل ما قال اخوي محمود، نتعرف على العائله الكريمه، وبعدين نروح الى الملعب نعيش اجواء المدينه اليوم، لانه عتمت ما عاد يعني شوي ثانيه بتعتم ما فينا نطلع على الجبل. باذن الله بكره بنطلع على الجبل ونتعرف على الطبيعه هون الخلابه اللي العالم لسه ما بتعرفها. حتتفاجئوا انه هي الاماكن موجوده في اليمن. حسن غالب هذا في حوف في قلب جادب، اسمها جادب هذه المنطقة. جادب. هذا الحصن قديم مهجور كأنه. لا ما حد سكانه. وقديم جدا، بعدين تم ترميمه بالطراز القديم. اوكي. وقفنا اول شغله بدنا نعملها نشتري باقة نت طبعا، لانه الايسم هون ما بتشتغل. فنحن هلا وقفنا نشتري الباقة. هي الباقة شو اسمها الشركة؟ شركة الاتصال هون يو اسمها؟ العماني. يو اسمها. كان في السابق اسمها MTN، اشترتها الآن عمان الجهة الجنوبية وسموها شركة يو، وفي مثلها في صنعاء هي تابعة لهم. تمام. وهلا هي اللي عم تعطيني اياها 4 جيجا. أيوه. ما في هلا 4 نت واتصال مع بعض، نت واتصال ورسائل. اتصال قد ايه فيني احكي؟ 300 دقيقة. ما حق. كثير. تمام. انا بدي النت اهم من هذا. بروح بجيب الشريحه. تمام يلا الشريحه البطاقه ضروري. البطاقه بجيب البطاقه نعمل اجراءات بعدين نودي لها انت اوكي. طيب يعني نروح بدنا نجيب البطاقه، لانه يمكن باسبوري السوري ما بيزبط مع عليه الشريحه، فحنروح نجيب البطاقه ونرجع. وصلنا على بيتي. كيف حنتغدى عندهم هون ونتغدى. انا بصراحه طريقي كانت جدا صعب، الحدود وتقطعوا حدود مرتين، وبباسبور سوري وبباسبور مخزوق كمان يعني شوفوا أهل الكرم وأهل الضيافة. نحن هلأ في بيت يوسف ومحمود، شكرا لك كتير. طبعا كمان أنا قاعدة هلأ حأتغدى، العيلة هن تغدوا اوريدي، وهن حبوا يضيفوني معهم اتغدى معهم الأكل. شو هي رز ولحم. شو بتسموها؟ رز ولحم. بس رز ولحم، ما مصبي ما مندي ما شيء؟ لا هذا برياني. مقلي. لحم. هلا المقلي شو كيف شو يعني الفرق؟ بدون ماء بدون اي شيء.
من السمن حقه. اوكي. ورز برياني رز برياني وهذا مقلي. لحم مقلي. وهي شو اسمه؟ هذه صانه لحم. صينية لحم يعني؟ صانه مرقة لحم يا جماعة، يعني لحم وبطاطا وبندورة مبينة وبصل. شايف البصل؟ أنا بحب البصل أساسا. هلا حآكل وارجع لكم. قاعدة هلا مع العيلة ونتعرف عليهم وبرجع لكم. خلوني ريح شوي لأنه أنا نفسيتي تعبت اليوم. أوكي يا جماعة، هلا رايحين نحضر مباراة في مدينة حوف. بما انه اليوم هلا وصلنا، طبعا انا في ضيافه محمود ويوسف حتشوفوه بعد شوي، ما بعرف اذا حنلحقه. المهم بعد ما تغدينا عندهم بالبيت بده يحضرني مباراه جدا مهمه تعتبر هون في مدينه حوف، صح؟ نعم. فهلا المباراه ردفان ربحانين 1-0. محمود بشجع ردفان. نشجع أنا النجم الساحلي. النجم الساحلي. لا خلص حشجع ردفان، بما أنه أنا في ضيافتهم بشجع ردفان. كيف بميز بين ردفان والهذا؟ ردفان لابس أحمر؟ إيه. والنجم الساحلي لابس أسود. تمام. لابسين أسود لا تشجعوهم، نحن هلا بدنا نشجع ردفان. وهي هو الملعب. وهي هو الجمهور. والجمهور كمان. فريق ردفان، يلا ردفان. هون العالم قاعدة عم تحضر المباراة. هي المباراة كل امتى بتصير؟ بس دقيقة لطلع الماي. الآن دوري الآن. هلا دوري؟ ايه. هذا الآن دوري حق نادي حوف. نادي حوف. ايوه. يعني هلا المباراة جدا مهمة وانا عم بلهيك عنها. لا دوري حوف الآن. هذه مباراة لفريق ردفان والنجم الساحلي. اوكي تمام. هي فريق الاحتياط تبع فريق ردفان. هدول هن اللجنة تبع الدوري. كله مركز بالمباراة بشدة. شو هلا النتيجة لهلا شو؟ النتيجة الآن 1-0 لصالح ردفان. لصالح ردفان. اوكي. وانتم كل امتى بتعملوا هذا الدوري؟ ولا دوري سنويا يسوونه في مجال الخريف، دائما في الخريف يسووا هذا الدوري. في موسم الخريف. ايوه ما شاء الله. وبتقعدوا دائما هيك بتحضروا له قبل بوقت؟ يعني قبل بشهر شهرين يحضروا والله حلو. والعالم هون كلهم من نفس المنطقة ولا بيجوا من مناطق أخرى؟ لا العالم كله من نفس المنطقة. حلو. كله تابع كلهم تحت إطار نادي حوف. كلهم تحت إطار نادي حوف يا جماعة، شايفين؟ ومين المدرب؟ كل فريق الفريق المدرب. فريق الفايز مين مدربه؟ هذا الأحمر. عليكم متحمس. تماما. وفريق الخسران؟ قاعدين. وحضرتك مين بتشجع؟ نحن لجنة نشجع الكل. طبعا أكيد اللجنة يعني. يعطيك العافية إن شاء الله. يعطيكم أنتم العافية إن شاء الله. بالتوفيق. آمين. ساحلي. الفريق الخسران. مرحبا فريق الخسران. حضرتك المدرب؟ لا إدارة الفريق. الإدارة. للحين مش خسرانين. للحين 1-0 صاروا. 1-0 للحين مش خسرانين. هي لسه ما خلصت المباراة. 90 دقيقة. في نهاية المباراة خسرانين. الحين عادنا مش خسرانين بإذن الله. يلا إن شاء الله بالفوز. إن شاء الله. هلا نحن قاعدين عم نفتل والولاد معنا ماشيين عم نفتل بالملعب. انت مين بتشجع؟ اشجع مجاغف. النجم الساحلي. انت خسرانين. وهون كلهم عم يحضروا. مين في جول ثاني. العالم كلها متحمسه هون. فات الجول الثاني، شكلنا نحن حنفوز. ردفان. المباراة الثانية بكرة يمكن. بكرة في مباراة ثانية. مباراة. كل يوم مباراة. لمدة قديش بتستمر؟ 3 أسابيع. يعني هي بتبلش بموسم الصرب. بموسم لا يعني بدأت هذه الردفان المباراة الثانية لنا. هذا جول. طلعت بالعارضة. قعدنا شوي لنحضر الأجواء تبع المباراة. كانت الأجواء كتير حلوة وحماسية. العالم كلها مبسوطة وعم بتشجع.
نحن لسه ما تفتلنا حرفيا بقلب المدينة، نحن لسه بس عم نتعرف على المكان. كونه أنا اليوم واصلة وتعبانة فحتكون الجولة تبعنا بتبلش من بكرة، بس حبيت هيك أدخل بيناتهم نشوف العالم كيف مع بعضها، كله بيعرف بعضه. الشعب جدا لطيف لهلا، ما تعرضت لأي مشكلة الحمد لله. الأمور إن شاء الله طيبة بتكون. وقفنا في منطقة المرارة، حواس حب يورجينا هون في حوش غنم نتفرج عليه. هلا نحن في هذا الموسم فالرعاة الغنم كلهم بينزلوا لتحت لأنه موسم خضار، الغنم بينزلوا بيرعوا، فقلنا هيك توقيفة سريعة. تفرجوا معي. ماعز، كلهم ماعز هون ما؟ كله هون ماعز. وين الغنم؟ هذا ماعز. ايش ماعز؟ انا اقول له الغنم. هذه نقول له نقول له غنم. قل له ايش؟ طان. يعني الصغير. الصغير. اوكي. قطان. هي بيسموهم قطان لانه هدول البيبيات الصغار. هلا حواس عم بخبرني انه باللهجه المهيريه بيسموا الماعز حوران والصغار حيطان. حوراء. شو؟ ما عم بعرف احكي اللهجه المهيريه ابدا، صعبه. حيطار يلي هي صغيره واللي هي الكبيره غنم حارون. اللي كبيره حارون والصغيره حيطان. نحن طلعنا من حوف وهلا في منطقه اسمها دمياط. صح؟ دمقوت. طلعنا من حوف الحين ندخل دمقوت. طلعنا من حوف وهلا دخلنا دمقوت. احنا حرفيا جنبنا البحر بس ضباب قوي، يعني ماشيين بين البحر والجبل. طريق هادي ما فيه سيارات ما فيه شيء، فاضي الطريق. وصلنا المطار واخيرا. انا حاليا لساتني بالمطار، تقريبا صرنا 2.5 ساعة واحدة. هلا هبطت الطيارة اللي رح نطلع فيها لعدن. الامور على فكره منيحه، المطار صغير طبعا، انا ما فيني اصور لكم كل الاجراءات بس الاجراءات جدا عاديه. فتشوا الشناتي، فتشونا، العالم هون جدا لطيفه، كانوا كثير محترمين معي، شيكوا انه معي تصريح لاقدر اصور لانه انا فايته بكاميرا. كانوا كثير عم بيتعاملوا معي بطريقه كثير حلوه، حتى العالم هون صارت تتعرف علي، يعني العالم جدا لطيفين. الشعب اليمني من الطف الشعوب عن جد بالعالم. يعني انا صورت حلقه في البرتغال هلا اتذكرتها، انه مصنف الشعب البرتغالي من الطف الشعوب العالم، بظن هذا التصنيف غلط لانه اليمنيين مو طبيعي قديش وشهم بشوش، الابتسامه، يسالوني انت من وين، شو جايه تعملي، وين نحن بناخذك، نحن اهلك، نحن ناسك. يعني انا حبيت هي الاجواء اللي هن هون عاملين. هذا الحكي كله صار بالمطار، بس طبعا في عوائل محافظه، فانا بالغالب النساء اللي عم بيحاكوني ما بيحبوا يتصوروا، بس انه عم بحكي لكم بشكل عام كيف. وحتى هون الشرطه يعني كانت كثير منيحه، شرطه المطار يعني المسؤولين في المطار، وقالوا لي امورك طيبه، وهلا يعني الامور كانت كلها رواق الحمد لله. بس هيك بلشت اتعب لانه بتعرفوا اجراءات مطار وكذا وهيك، بس متحمسه كثير لفوت عدن. اليوم نهاري هيك حيكون شوي مخربط، يعني بدي اعمل كم شغله نقضيهم هلا بعدن، بس ان شاء الله نوصل لهونيك. حابه اغير اللباس تبعي لانه لباسي مو مرتب، بدكم ما تواخذوني مثل ما قلت لكم انا جايه برحله كثير طويله. طبعا انا كنت بتمنى اني ازور كثير مناطق ثانيه في اليمن، ما بعرف لسه. انا عن جد البرنامج تبعي تغير كليا عن الشيء اللي كنت مخطط له، فبجوز خلص من عدن نروح لمكان ثاني ما بعرف، لهيك انا بدي اياكم تكملوا هي السلسله للاخير. هلا صرنا بالطياره كثير، يعني ببلش هيك الحماس لانه نحن ساعه طيران، ساعه طيران وبنصل لعدن. هلا نحن قاعدين بالطياره، فهي الوجبه تبعنا، فيها كرواسان وعصير لانه كل الوجبه ساعه، بس ما توقعتي
يحطوا أكل بصراحة بالساعة. بيج لايك للطيران اليمنية. وهلأ طلعنا من المطار متجهين على الأوتيل. شو بدرجة الحرارة 35، أنا جاية بشهر 9. هلا تقريبا الطقس مثل الإمارات فما كتير مختلف علي، بس ماني متعودة أتفتل اوت دور يعني بالأماكن المفتوحة في هذا الوقت، بس في شوية هواء. يا أصدقائي وأخيرا وصلت على الأوتيل. أنا حاليا موجودة بمنتجع كراون. هذا المنتجع كتير مرتب، فيه شاليهات هي كلها مطلة على البحر، فيه مطعم، فيه جيم، فيه كتير شغلات. والشاليه على فكرة كبيرة، بس حابة أورجيكم إياها لأنه حقعد هون فيه أغلب قعدتي في عدن. أول ما بتدخلوا في الصالون، ليكو هي الصالون طبعا هون مفتوح، بس أنا هلأ دخلت. ليكو ما ألزن حاطين الضيافة كمان، وهي أجواء الصالون. بعدين بتدخلوا لهون. هلأ ما حدخلكن دايركت على الغرفة، هي المطبخ، يعني هو شاليه كامل متكامل. هي المطبخ وهون الحمام. فيكم تطلعوا من برا من هون، بس من هون بتطلعوا دايركت على الحديقة يلي هي لبرا، يلي هي مطلة على البحر. هلا يلي حنعمله انه انا لازم روح اشتري اواعي تانية، وبدي ارجع اتحمم واغسل الاواعي تبعي، لانه رحلتي كانت كتير طويله. انتوا ما متخيلين شو صار بهي الرحله لحد اليوم. لازم تحضروا الفيديوهات السابقه. فبدنا يعني بدي اخذ كم غرض واطلع اروح اشتري عبايه تانية وارجع اتحمم وريح حتى ننطلق في رحلتنا في عدن. عدن موجودة على فوهة بركان، ومن هون إجت تسمية كريتر، وهالشي لحاله بيعطيك إحساس قديش المكان إله قصة. في بحر بكل الجهات، وفي شوارع مليانة حياة، وفي مواقع تاريخية وأماكن سياحية كتير عن جد بدها وقت لنكتشفها. بهالحلقة كانت بس الوصول والتعرف الأولي، بس بالحلقة الجاية رح نبلش نستكشف عدن عن جد. إذا حابين تكملوا الرحلة معي لا تنسوا اللايك والشير وتشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس. بشوفكم بالحلقة الجاية.